النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نحدد مستخدمين الواي فاي. يعني انا كمثال عندي 5 اشخاص متصلين بالراوتر بتاعي، فانا عايز اخلي 2 ياخدوا نت والتلاتة ما ياخدوش نت. فبكل سهولة هقدر اعمل ده، اللي انا احدد المستخدمين الراوتر بتاعي، ان انا اخلي 2 ياخدوا نت، 3 ياخدوا نت، 4 ياخدوا نت، وباقي اي حد لو معاه الباسورد بتاع الواي فاي بتاعي ما يقدرش ياخد نت، عشان انا محدد المستخدمين بتوعي. تمام. وكذلك الامر برضو لو في حد انا عايز اعمل له حظر، هبدا اعمل له حظر. يعني كالاتي: مثلا انا معايا 3 4 مش عايزه ادخلهم النت معايا خالص، هم متصلين بالواي فاي. تمام. فانا مش عايز ادخلهم النت، التلاتة اللي انا مش عايز ادخلهم النت دول وهم متصلين حاليا بالراوتر، يبقى انا هدخل هحدد التلاتة دول بالذات انهم ما ياخدوش نت خالص، اللي انا هحدده ما ياخدش نت. تمام. واي حد انا بقى مش هكون محدده هيبدا يدخل ياخد نت عادي مفيش مشكله، الا اذا نقلت على الخيار الفلتر التاني اللي انا اخلي عدد بس هو اللي ياخد نت، سواء 3 4 5 ياخدوا نت، واي حد مع الباسورد ما يقدرش ياخد نت خالص. تمام. لكن الخيار اللي هيكون قبل ده اللي احنا قلنا عليه ده، اللي انت بتقدر تحدد 3 4 ما ياخدوش نت، واي حد هيكون معاه الباسورد هو هيقدر يتصل بيه النت عادي مفيش اي مشكله. تمام. تعالوا نتعرف. طبعا معلش احنا هنتكلم عن الراوتر الجديد سواء في شركه اورنج، فودافون، اتصالات. وطالما عند حضرتك الراوتر موديل اتش 188 ايه، فهو الشرح ليك. كل اللي علينا هنبدا نكتب فيه المتصفح، هنكتب 192 دوت 168 دوت 1 دوت 1 وهقول انتر. هيبدأ يفتح معايا الصفحة بالشكل ده. هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر بتاعك. هنكتب اليوزر نيم والباسورد ونرجع لكم تاني. بعد كده هقول لوج ان. بعد كده يا شباب اول حاجه هنبدا نضغط على دبليو لان عشان نشوف الاجهزه المتصله عن طريق الواي فاي. تمام. دي الاجهزه المتصله عن طريق الواي فاي. اول حاجه بقى هناخدها هنيجي عند الماك ادرس. الماك ادرس هنبدا نعمل له نسخ للماك ادرس بالشكل ده، وهنبدا ننسخ الماك ادرس بتاعنا. تمام. هنبدا نفتح مثلا تكست او نكتب اي حاجه ونحطه كده. تمام. بعد كده خدنا الماك ادرس، هنبدا ندخل على لوكال نتورك. من لوكال نتورك هنضغط على الدبليو لان وهنشوف الشبكه بتاعتي. طبعا انا الراوتر بتاعي بيبث شبكه 2 و4 و5. تمام. طبعا انا فاتح مفعل الشبكه 2 و4 عامل لها اون، و5 جيجا عامل لها اوف. تمام. لان انا شغال على شبكه 2 و4 بس، لكن 5 جيجا انا مش شغال عليها. تمام. طيب بعد كده نضغط على دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن. تمام. ونشوف الشبكه اللي احنا مفعلينها. طبعا هتلاقيني انا مفعل شبكه اس اس اي دي 2. تمام. اهي متفعله. تمام. يبقى هنيجي عند دبليو لان ادفانسد. تمام. هنضغط عليها. تمام. بعد ما ضغطنا عليها هنيجي عند الشبكه اس اس اي دي 2. اس اس اي دي 2 دي الشبكه اللي انا شغال عليها. تمام. فانا عايز بقى ابدا احدد المستخدمين، احط شخص او 2 او 3 او 4 هم دول اللي هياخدوا نت. لو اي حد مع الباسورد التاني مش هيقدر ياخد نت. تمام. يعني هاجي عند وايت ليست. وايت ليست كده انا حددت عليها. تمام. طالما حددت على وايت ليست اللي انا هحطه هنا واحط الماك ادرس بتاعه هو اللي هياخد نت، سواء حطيت شخص واحد او شخصين او 3، فالتلاتة دول هم اللي هياخدوا نت بس. اي حد مع الباسورد مش هيقدر ياخد نت. وبعد كده هقول له ابلاي. مجرد ان انا قلت ابلاي كده هبدا اضغط على حاجه اسمها اكسس. تمام. هنبدا نضغط عليها بالشكل ده، يبدا يظهر معايا بالشكل ده. طبعا انا التليفون بتاعي اسمه هواوي. تمام. هواوي 7. هبدا اكتب واي 7 مثلا 7. تمام. بعد كده هنا بيجيب لي الاس اس اي دي اللي انت فاتحها او مفعلها. طبعا انا مفعل شبكه اس اس اي دي 2. تمام. فانا ضغطت على شبكه اس اس اي دي 2. هنا بقى بيطلب مني الماك ادرس. هبدا اجيب الماك ادرس بتاعي، ابدا اخد حرفين حرفين كده وابدا اجي احطهم هنا. عفوا. بعد كده هبدا اخد الرقم الثاني وابدا اجي احطه هنا. بعد كده هبدا اخد الرقم الثالث وابدا احطه هنا. بعد كده هبدا اجيب الرقم الرابع وهبدا احطه هنا.
بعد كده اجيب الرقم وابدأ احطه بنفس النظام هنا يا شباب. وتركز بس وانت بتعمل الخطوات، ما تغلطش في حاجة عشان الخطوة تتم بنجاح. تمام. بعد ما حطيت الماك ادرس بتاعي هبدأ اقول له ابلاي. كده هو حفظ البيانات. تمام. كده الهواوي واي 7 ده هو الوحيد اللي هياخد نت، اي حد تاني مع الباسورد مش هيقدر ياخد نت. تمام. طيب انا عايز اضيف بقى 2 كمان. هبدأ اضغط على كرييت نيو، هيفتح لي قائمة تاني. طيب هضغط تاني، هيبدأ يفتح لي تاني. طب هضغط تالت، هيبدأ يفتح لي تاني. طب هضغط رابع، هيبدأ يفتح لي رابع. فانا هعمل الخطوة دي على الأجهزة اللي انا عايز اخليها تاخد نت بس. اي حد تاني هيكون معاه الباسورد مش هيقدر ياخد نت نهائي. اي حد معاه الباسورد مش هيقدر ياخد نت نهائي غير اللي انا هحطهم هنا. تمام. طيب انا هبدأ ثواني برضو هوريكم حاجة. طيب هنا في الوايت ليست. طيب انا هواوي 7 ده انا عايز اقفل عليه النت بقى. تمام. عايز اقفل على النت، يبقى انا هحطه هنا في البلاك ليست. احدد على بلاك ليست واقول ابلاي. مجرد ان انا حطيته على البلاك ليست وقلت ابلاي، هواوي 7 ده كده انا حذرته من النت. كده مش هيقدر ياخد نت، عمره ما هياخد نت خالص. تمام. عايز اضيف تاني حد اعمل له حظر، هبدا اضغط برضه هنا واحطه هنا وابدا اقول ابلاي. مجرد اللي انا هضغط واقول ابلاي، تمام، هو بالشكل ده مش هيقدر ياخد نت خالص لاني انا حطيته في البلاك ليست اللي انا حذرته. تمام. يبقى اي شخص انا احطه في البلاك ليست واحط الماك ادرس بتاعه هنا مش هيقدر ياخد نت خالص. كده انا حذرته من النت. تمام. يبقى انا كده اي حد هديله الباسورد بتاع الواي فاي هيبدا يتصل بالنت وياخد نت عادي. تمام. اللي انا بقى محدده هنا وحاطط الماك ادرس بتاعه هو اللي معمول له حظر. تمام. عكس الوايت ليست. عكس الوايت ليست. مجرد انا هبدا على الوايت ليست كده، اللي انا حطيته في الوايت ليست تمام هو اللي هياخد نت بس. اي حد تاني هيبقى معاه الباسورد مش هيقدر يتصل بالراوتر. انا حاسس ان انا لخبطتكم. تمام. طيب هجيبها لك كده بالراحه. نو فلتر يعني اي حد معاه الباسورد هيبدا ياخد نت عادي. تمام. لانك انت مش عامل فلتر خالص ومش عامل حمايه، فاي حد كده معاه الباسورد بتاع الواي فاي هيبدا يتصل بالراوتر بتاعك بكل سهوله ومفيش مشكله. طيب لو انا حطيته على البلاك ليست، يبقى انا اي حد هحطه على البلاك ليست واحط الماك ادرس او رقم التصنيع بتاع الموبايل بتاعه او بتاع اللابتوب بتاعه او بتاع شاشة العرض، اي حاجة متصلة بالواي فاي. يعني مجرد ان انا حطيت رقم التصنيع تمام هنا بالشكل ده هيبدأ يعمل له حظر. يبقى احنا زي ما قلنا كده نو فلتر اي حد مع الباسورد هياخد نت. بلاك ليست اي حد هتحدده على البلاك ليست وتحط الماك ادرس بتاعه هنا ده مش هيقدر ياخد نت خالص. انت حذرته خالص. واي حد هتديله الباسورد بتاعك هيبدا يدخل على الواي فاي عادي مفيش مشكله، الا اللي انت حاطط الماك ادرس بتاعه في البلاك ليست. تمام. طيب الوايت ليست اي حد انت هتحدده في الوايت ليست هتبدا تحط الماك ادرس بتاعه في الوايت ليست هنا هو اللي هياخد نت. واي حد تاني مش هيقدر ياخد نت حتى لو كان معاه الباسورد بتاع الواي فاي. يعني احنا عملنا كده خلاص. احنا كده الوايت ليست اللي انا محدده هواوي 7 ده هو اللي هياخد نت عشان احطه في الوايت ليست. اي حد تاني مع الباسورد مش هيقدر ياخد نت خالص لاني انا كده قافل عليه النت. انما لو حطيت الخيار التاني، بكرر كلامي تاني معلش، البلاك ليست، هيبقى انت كده عملت حظر للشخص. واي حد هيبقى معاه الباسورد هيقدر يتصل بالنت الا الناس اللي انت حاططها في البلاك ليست اللي هي اللي حاطط الماك ادرس بتاعه نو فلتر. يبقى انت كده اي حد مع الباسورد هيقدر يدخل عادي مفيش اي مشكله. اتمنى اكون افدتكم. ولو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.